النهارده هنعمل مراجعة وتقييم بدون حرق الفيلم البعبع للنجم الكبير أمير باتشان، ولكن السؤال هنا التسلية أهم ولا القصة؟ هحكي لك. انا بحبك قوي يا بابا. ايه بالطريقه اللي انت فيها دي؟ فيلم البعبع الجديد بطولة أمير كرارة بجد فاجئني. مش فاجئني لأنه مليان مميزات وتخليه فيلم ما حصلش، ده فاجئني لأني ما زهقتش من ولا لحظة وأنا بتفرج عليه. وهنا هنروح للقصة اللي تعتبر تقريبا أضعف حاجة في الفيلم. لو جينا اتكلمنا عن القصة فالقصة تعتبر بسيطة جدا، يا دوبك كام جملة مكتوبين عشان يلموا أحداث الأكشن والكوميدي ببعض، ولكن ده بقى الأهم في الفيلم ده، وهو الأكشن والكوميديا اللي في الفيلم. لو جينا رحنا للأكشن فالأكشن معمول باحترافية عالية جدا، لا هو هندي قوي ولا هو مصري قوي، حاجة مخلطة على الاتنين. أما الكوميديا واللي تعتبر أهم شيء في الفيلم فبجد كانت ممتازة من كل أبطال العمل. ولكن خلينا نبدأ واحدة واحدة من أول بطل العمل الرئيسي وهو أمير كرارة. أمير كرارة تقريبا بدأ يخرج من فكرة سليم الأنصاري اللي ما كانش عارف يخرج منها بقاله سنين، وكانت اللايت كوميدي هي الحل بالنسبة له. مش عايز أقولك إنه بدأ ينافس محمد إمام في نوعية الأفلام اللي بيعملها، لأن حرفيا الفيلم ده تحس إن بطله الأساسي هو محمد إمام مش أمير كرارة. والأول مرة من سنين أشوف أمير كرارة بطريقة مختلفة تماما عن اللي كنا بنشوفه بيها السنين اللي فاتت. وزي ما قلت لك الأكشن واللايت كوميدي كانوا هما الحل بالنسبة له. بس ما تقولش ليه. راجع لك. أما عن ياسمين صبري فدايما وجودها في أي عمل هو وجود لأنثى جميلة في العمل، بعيدا بقى عن أداء تمثيلي ثابت في معظم الوقت، وبعيدا عن خفة دم تضحكك أو ما تضحككش. ولكن ياسمين صبري وجودها زي كتير من الممثلات اللي زيها، وجودها هو يدوب وجود أنثى جميلة في العمل نفسه. دي الزيجة الصالحة. زيجة ايه يا باغل انت؟ وبما إننا بقى داخلين على بقية أبطال العمل فهنا هنتكلم عن الجانب الكوميدي للفيلم نفسه. محمد عبد الرحمن عمال بيثبت في كل مرة إن مستقبل كوميديان ناجح وباهر جدا كمان، يمكن هو أفضل من تخرج من مسرح مصر من تحت إيد أشرف عبد الباقي. ولكن برضه ده ما ينسيناش إن كان جنبه محمد أنور اللي عمل دور لأول مرة يضحكني بجد في السينما أو في التلفزيون، برغم إن الدور كان بسيط جدا ويعتبر مشاهده محدودة كمان في الفيلم، يمكن 5-6 مشاهد، وكان كل شوية بيطلع بنفس الفكرة، ولكن الفكرة دي كانت مستمرية بإنها تضحكك في كل مرة. ونروح بقى على مفاجأة العمل بالنسبة لي وهو باسم سمرة. تجيب سير الشهيرة على لسانك. طب شهيره صبري شهيره. صبري. باسم سمرة من زمان وانا شايف انه دمه خفيف على فكرة، بعيدا عن كل الجوانب اللي ظهرها في التمثيل اذا كانت الشر او الدراما او غيره، ولكنه دايما لما كان بيعمل كوميدي كان دايما بيكون على قدر الكوميديا التابعة للبطل الرئيسي للعمل، زي مثلا لو تفتكروا فيلم تيتا رهيبة. تجديد نوعية الادوار بالنسبة لفنان كبير زي باسم سمرة مطلوب جدا لينا احنا كمان، مش ليه هو بس، لان احنا محتاجين نشوف موهبته دي في اكتر من شكل واكتر من طريقة. ده غير كمان ان كان في مفاجأة تانية وهو الطفل اللي ظهر مع أمير كرارة. وهنا هنتكلم عن السيناريو والحوار. السيناريو والحوار للفيلم خلى كل اللي في الفيلم يعرفوا يمثلوا ويمثلوا حلو كمان، إذا كان في الكوميدي أو حتى في الأكشن. حتى الطفل الصغير قدر يبهرك بتمثيله ويضحكك بسبب السيناريو والحوار اللي كان سهل عليه وقادر يوصل لك بسهولة. وبرغم ان المؤلف إيهاب بليبل كتب قصة تعتبر ما هياش أقوى حاجة، ولكن في نفس الوقت كانت ممتازة إنها تلملك الأكشن والكوميدي وتبسطك بالفيلم كمان. ودلوقتي بقى نتكلم عن الكادرات وطريقة التصوير اللي تقريبا كلها مستوحاة من نيو ديلي. معظم كادرات التصوير تقريبا كانت كلها مستوحاة بجد من الأفلام الهندي، إذا كان في المشهد بتاع العمارة اللي كانوا بيجروا وراهم فيها بالأدوار بالشكل اللوكيشن ده كامل متاخد من أفلام كتيرة هندي بنفس الطريقة والمنظر وبنفس المطاردة اللي في الأدوار كمان. ده غير إن تصميم معارك الأكشن برضه مستوحاة كلها من الأسلوب الأكشن الهندي، وكان أكبر دليل على كده هو دخول عامل الكوميديا الخفيف في الأكشن نفسه. فأنت كده بتتكلم عن فيلم لايت كوميدي أكشن من نوعية الأفلام اللي بيقدمها محمد عادل إمام، ولكن المرة دي بطولة أمير كرارة. ويجي هنا السؤال اللي سألناه في الأول، التسلية أهم ولا القصة؟ خليني أقولك إن الفيلم من أفلام العيد أنت داخل تتبسط بالفيلم أكتر من أي حاجة تانية، ومش كل فيلم لازم تخرج معاك شهادة دكتوراه في عالم السينما، ساعات لازم تدخل فيلم تستمتع بوقتك بيه. والفيلم ده يعتبر من أحسن الأفلام اللي تخشه في السينما وتلاقي نفسك مستمتع الساعة ونص اللي بتتفرج فيها على الفيلم. ده غير كمان إن الفيلم بيمتاز بنقطة مهمة جدا، وهو إنه مفيش كوميديا إيحاءات داخل الفيلم، يعني تقدر تاخد ولادك وتخش تتفرج وانت مطمن. فيلم البعبع هو الفيلم اللي انت هتخشه في السينما تخرج فرحان بشوية الوقت اللي انت قضيته معاه، مش هتحس ان الوقت ده ضاع منك والسلام. وتقييمي انا للفيلم هو 7/10، لان القصة كان لازم يكون فيها حبكة افضل من كده، ولكن الفيلم يظل بالنسبة لي من احسن افلام العيد السنة دي. المهم انت قول لي رأيك، لو كنت شفت الفيلم ايه رأيك فيه؟ ولو ما كنتش شفته متحمس انك تشوفه ولا لا؟
مستني رأيكم في التعليقات. أشوفكم الفيديو الجاي. سوكا.